أثارت أعمال الحكومة الصينية في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية قلقا واسعا لدى المجتمع الدولي، وذلك لمحاولات الاضطهاد والاستيعاب والإبادة الجماعية للإيغور. وقامت وسائل إعلام عالمية ببث نشرات عن أساليب الصين في التطهير العرقي للمسلمين. وذكر عالم السياسة الأمريكي توماس هاريس في الديلي نيوز أن الحكومة الصينية تسرع من خطتها في استيعاب الإيغور وقتل ثقافتهم الحقيقية، وأدان بشدة ممارسات الحكومة الصينية، داعيا المنظمات الدولية ذات الصلة إلى إنقاذ الإيغور في أقرب وقت ممكن. في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، تعتدي الحكومة الصينية بشكل عشوائي على عادات الإيغور، ويخضع كل شيء إلى مراقبة صارمة حتى ملابس الإيغور. ولا يسمح للرجال بالاحتفاظ باللحى، ولا يسمح للنساء بارتداء ملابس طويلة، بحيث أن الحكومة تقوم بقص ملابس النساء بغض النظر عن مكان وجودهم. وأعلنت الحكومة أنه سيتم معاقبة النساء اللاتي ترتدي ثيابا طويلة. وفي هذا الصدد أصدر رئيس مركز تركستان الشرقية للأخبار عبد الجليل قرقاش بيانا قال فيه: منذ احتلال الغزاة الصينيين لتركستان الشرقية تم اضطهاد الإيغور، والآن يزداد هذا الاضطهاد بشكل كبير، ويمثل تحرك الحزب الشيوعي الصيني في تدمير دولة بالكامل وإجراء استيعاب شامل لها. ونحن ندين بشدة جميع إجراءات الاضطهاد التي اتخذتها الحكومة الصينية ضد الإيغور، وندعو المنظمات الدولية والجمهور العالمي للعمل على إيقاف هذه الإبادة الجماعية للإيغور. ألقى جهاز الأمن الأوكراني القبض على مواطن أوكراني ساعد في احتلال شبه جزيرة القرم عام 2014 في منطقة هيسن. وذكر مكتب الأمن أنه ساعد المحتلين في الاستفتاء الذي نظمته حكومة الاحتلال عام 2014 في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة بعد ظهر 12 من يوليو في زيارة لمدة يومين، ووفقا للتقارير تمت الدعوة للخروج بمظاهرات للاحتجاج على هذه الزيارة، إذ تسببت إجراءاته بعد توليه منصبه في إثارة جدل كبير في المملكة المتحدة. وكانت المظاهرات في عدة مناطق بما في ذلك لندن، وتمت الدعوة اليوم الجمعة إلى الخروج في أكبر مظاهرة في ميدان ترافلغار في لندن، حيث من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في هذه الاحتجاجات على التمييز العرقي لترامب وسياسات تغيير المناخ وسياسات الهجرة. أفاد موقع أخبار الصين في 13 من يوليو، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن الدول الأوروبية قطعت المساعدات الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط، وقد ازداد عدد اللاجئين بشكل كبير في الشهر الماضي، وقد قتل أكثر من 600 شخص بينهم أطفال في أثناء محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا.